السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم متابعي قناة دياز ماروك تيفي. اليوم عندنا ديربي مغاربي من العيار الثقيل، المنتخب المغربي للسيدات في مواجهة المنتخب الجزائري. مباراة كلها حماس، قتالية وتشويق حتى آخر دقيقة. عبر الرحيم، السلام عليكم سادة الكرام في كل مكان، وطبتم مساء هنا عبر قنواتكم بي ان سبورت، وانطلاقة الجولة الثانية لبطولة كأس أفريقيا للسيدات هنالك في المغرب. تجمع من هنالك المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري هنا في مباراة ثانية. وإذا نتحدث عن الجولة الأولى بالنسبة للمنتخبين، يأتي الكلام عن نتيجتين إيجابيتين بالنسبة لسيدات الفريقين. هنالك في أول مباراة كانت في البطولة يا وهبي، نعم، ما بين المنتخب السنغالي والمنتخب الجزائري، انتهت بهدفين دون رد لسيدات الجزائر. وفي مباراة أخرى كانت ما بين سيدات المنتخب المغربي وسيدات المنتخب الكيني، وانتهت ب4 أهداف دون رد لسيدات المنتخب المغربي. الصافرة ستأتي والرحلة ستنطلق في هذا اللقاء. تأتي الصافرة وتنطلق المواجهة. يا أول الكرة، محاولة عملية هجومية، فرصة ديال التمرير، كترجع عند ياسمين مرابط عند حنان أيت الحاج، محاولة تسديدة ولكن إلى خارج رقعة الملعب. كنترول ممتاز، يلا سكينة تمر تعبر، سكينة تبحث عن التمرير العرضي، ممتازة سكينة، مراوغة دخول داخل منطقة الجزاء، سقوط. الحكم الكاميرونية تقول بوصلة اللعب في الوقت اللي هنا. شوفوا ماذا وقع. سكينة أزراوي، محاولة ديال المرور أمام جوج ديال اللاعبات. لاحظوا بأنه سكينة أزراوي قامت بالمطلوب، محاولة ديال المرور أمام جوج ديال اللاعبات، فالمرور ممتاز. يلا مسودي، محاولة تمرير عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء، رجعت مغربية، محاولة تسديدة بإمكانها أن تقدم الإضافة. هذا كرة في طبق من ذهب، استراف راوغات قامت بالبوهات وبعد ذلك سددات غير محظوظه، لانه الكره ارتطمت بلا مالي بجوج ديال الاهداف مقابل هدف واحد. خلينا نشوفوا الان هذه الكره وبعد ذلك نرجعوا للمعطيات. تمرير عرضيه داخل منطقه الجزاء راسيه، لا تزال عند حنان أيت الحاج، تسديده ممتازه ولكن التغطيه ديال الدفاع. رجعت مره اخرى الكره، هناك خطا، مخالفه واضحه. تابعون هذا اللقاء في الجوله الثانيه، لقاء اللي فيه المنتخب الوطني. هذه تسديده قويه وخارج رميشي في المكان المناسب. كل هدوء، سكينه تحافظ على الكره من الجهه اليمنى، سكينه كتراوغ، تمرير ممتاز. ازراف، يلا ازراف تمريره في العمق، محاوله داخل منطقه الجزاء صوب بالسودي ولكن الاقرب تواجد. اذا راتشيل تمريره في العمق، محاوله صوب الحارسه مهدم. الكره الى خارج اماميه وفرصه وطلعه هجوميه واقتراب وتغطيه باللقطه الماضيه، وهنالك حارسه المرمى تتدخل بكره جزائريه. أنا نلاحظ نتابع هذه الكره الماضيه وهذا الابعاد، لا اظن بوجود الخطا في المنتخب الجزائري. الكره الثابته اليمنى تلعب الى منطقه الخطر، لكن خروج للسيده خديجه، وبالتالي هنالك كيف ستترجم التوجيهات من قبل المدربين. حديثنا المغربي هنا في وسط الميدان، تمريرة قصيرة من أجل المرور، سقوط على أرضية الملعب وخط ثابتة لمصلحة المنتخب المغربي، نقلة إلى منطقة الخطر، فرصة لكن هنالك إلى خارج أرضية الملعب. عادت الكرة إلى برا الميدان، وهذا الاسم المنتخب المغربي في شوط اللقاء الثاني. مغربية من الجانب الأيمن، كوتار تقف على كرتها، كوتار والنقلة إلى المنطقة، المتابعة هنا، البحث هنا، نهيلة بالتسديد، لكن هنالك التدخل يأتي لهذه المباراة إدارة جيدة هذه المباراة، فبالتالي السيدة آلين ستراجع الحالة هنالك مع غرفة الفيديو. هذه الكرة الماضية، هذه الحالة المنتخب الجزائري، التقدم الآن، النقلة إلى الأمام، الانطلاقة والاقتراب، الفرصة لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري، تقتطم باللقطة الماضية هنا بهذه الإعادة. كان واضحا، نعم كان واضحا، وركلة حرة غير مباشرة. يفكرون بكيفية التقدم وإيجاد الحلول. الكرة من الجانب الأيسر، فرصة لمصلحة المنتخب المغربي، الدخول والاقتراب وبعد ذلك التغطية.
طريق زينب رضواني، التمريرة حاضرة، النقلة الطولية موجودة، الاقتراب الآن، كرة مغربية، فرصة مغربية، محاولة مغربية، البحث عن أول الأهداف قائمة، ولكن يأتي التدخل والإبعاد لمصلحة سيدات المنتخب الجزائري من الجهة اليسرى، تلعب إلى منطقة الخطر وبعد ذلك تصل إلى حارسة اليمنى. الانطلاق الآن، الفرصة الآن، البحث الآن، لكن التغطية حاضرة والكرة جزائرية مرة أخرى والصافرة من قبل حكمة هذه الكرة الماضية، محاولة المرور، التقدم عن طريق ليندا على مستوى مدرجات ملعب المباراة. هنالك في صفوف المنتخب الجزائري ثابتة الآن، تنقل إلى المنطقة، فرصة ومحاولة بالراس وحارسة المرمى، حارسة المرمى كلوين غازي، أو هذه الرأسية وهذه الفرصة، لكن التصدي من السيدة كلوين غازي والتدخل يأتي، منافسة موجودة، سقوط على أرضية الملعب، الفرصة قائمة لمصلحة المغرب، عرضية التسجيل، لكن هنالك تمر الناحية اليسرى إلى الأمام، تلعب استلام واقتراب، فرصة وطلعة، محاولة الآن، كيف ستكون، لكن هنا هل ستلحق بها وتصل إلى خارج أرضية الملعب، تمريرة، اقتراب، محاولة، فرصة، طلعة، هجمة، كرة وجول ممكن، لكن هنالك إلى خارج أرضية الملعب، تقف على كرتها، تنقل إلى منطقة الخطر، المتابعة والإبعاد، وهنالك لنا مساحة، نقلة إلى المنطقة، فرصة الجول، فرصة الجول، فرصة الجول، جاء هدف متأخر، لكن في عالم كرة القدم يقولون إن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. وصل لمصلحة المنتخب المغربي، وصل، سجلت من سناء، إبعاد الآن، هذه كرة حضرت أو لعبت، هنالك لا وجود للتسلل، وسناء عرفت طريق المرمى، سناء استلمت، سجلت. وإحنا وصلنا لنهاية هذا الملخص. بصراحة كانت مباراة كبيرة وديربي مغاربي فيه الحماس والندية والقتالية حتى آخر دقيقة. تحية كبيرة للبؤات الأطلس على الروح ديالهم وعلى الأداء اللي فرح الجماهير المغربية، وتحية كذلك لكل الجماهير اللي كانت حاضرة وساندت المنتخب من البداية حتى النهاية. الطريق ما زال طويل، ولكن هذه المباراة بيّنت باللي المنتخب المغربي عنده الإمكانيات والطموح باش ينافس على لقب كأس إفريقيا فوق أرضه وبين جماهيره. والثقة ديالنا كبيرة في لبؤات الأطلس، وإن شاء الله غادي يواصلوا بنفس العزيمة والإصرار حتى يحققوا الهدف ديالهم. دابا الأنظار كلها غادي تكون موجهة للمواجهة المقبلة، لأن كل مباراة قد قرب المنتخب خطوة جديدة من تحقيق الحلم. احنا كمغاربة خاصنا نبقاو ديما وراء المنتخب ونساندو في كل الظروف، حيث التشجيع ديال الجماهير كيعطي دفعة كبيرة للاعبات داخل أرضية الملعب. إذا عجبكم هذا الملخص ما تنساش تضغطوا على زر اللايك، حيث اللايك يساعد الفيديو يوصل لعدد أكبر من الناس، واشتركوا في قناة دياز ماروك تي في وفعلوا زر الجرس باش تكونوا أول ناس كيتوصلوا بملخصات المباريات وآخر أخبار الكرة المغربية وكل جديد ديال كأس إفريقيا للسيدات. ودابا الدور عليكم، كتبوا لنا في التعليقات رأيكم في هذه المباراة، وشكون كانت نجمة اللقاء، وشنو توقعكم للمواجهة الجاية. احنا كنقرأ جميع التعليقات ورأيكم كيهمنا بزاف. شكرا لكل واحد كيدعم القناة سواء بلايك أو تعليق أو مشاركة للفيديو مع أصحابه. الدعم ديالكم هو اللي كيخلينا نستمر ونقدم لكم الأفضل يوم بعد يوم. ديما المغرب، ديما لبؤات الأطلس، وديما الموعد معاكم على قناة دياز ماروك تي في. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.